رزقك جاي لك جاي لك. رزقك عامل زي اجلك، الاجل تجري منه تهرب منه، هو هيجي لك، هيطولك، هيلحقك. رزقك هيجي لك مهما تهرب منه هيجي لك. فما فيش حد يمنع هم الرزق. رزقك اللي ربنا كاتبه لك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لك، ما انتش هتموت الا لما تاخد رزقك كامل. شربة لك مش هتموت الا لما تاخدها. أكلة لك لو في الهند هتروح تاكلها فأنت اوعى تستبطئ أو تخاف من موضوع الرزق، ولكن المطلوب منك الاجتهاد، السعي. فامشوا في الأرض، مش كده؟ فاسعوا في الأرض. فهو المطلوب منك السعي، إن أنت تاخد بالأسباب وتجري وتسعى. النتيجة عند رب العباد، والرزق عند رب العباد موجود وملحوظ. فأنت عليك بالاجتهاد، اللي مكتوب عند ربك ورزقك مضمون وموجود. أنت عليك بالاجتهاد. طب ازاي انت بتقول لي الاجتهاد وانت بتقول لي كده كده مضمون؟ ما هو انت لازم تاخد بالاسباب، لازم تعقلها وتوكل، لازم تاخد بالاسباب وتسعى. يعني انا دلوقتي في طالب في الاعدادي، في الابتدائي، في الثانويه، اقول له ارقد وانت مكتوب لك تنجح هتنجح، مش هتنجح مش هتنجح. يعني ازاي حد يحط روحه قدام القطر ومكتوب لك هتعدي هتعدي؟ كل حاجه مكتوبه، كل حاجه مضمونه. رزقك مضمون ومكتوب عند الله في اللوح المحفوظ من قبل ما تتخلق. لكن انت تاخد بالاسباب وتسعى. الراجل اللي هيسيب ارضه طول السنه بايره وما زرعهاش، يقول ربنا مقدر لي رزق ان هيجي لي. هيجي لك منين؟ إيه؟ هيجي لك ازاي؟ ما هو يا جماعه ما فيه فرق كبير ما بين التوكل والتواكل. انا اخد بالاسباب واتوكل على الله، انما واحد يتواكل. التواكل غير التوكل. التواكل غير التوكل. التواكل ده واحد بينام، واحد مريح دماغه متكاسل انما المتوكل على الله ده حد بياخد بالاسباب وبيسعى، وهو بيرمي الامر في الاول وفي الاخر على ربنا، فده متوكل على ربنا، خد بالاسباب وتوكل على الله. لكن يبقى في فرق بين التوكل والتواكل. يبقى احنا دلوقتي لما نتكلم على رزق، يبقى انا لازم اخد بالاسباب. عندي شغل اروح له، انا كمحامي اروح محكمتي كل يوم عشان ربنا يكرمني وانجح كده. انما ان انا راجل انام في بيت والراجل اللي معايا في القضيه ده هياخد براءه لوحده؟ يعني ازاي؟ طيب ما هو ينفع المدرس ما يروحش ويبقى الطلبه هينجحوا، والطالب ما يروحش ويبقى هينجح، والمزارع يعني ازاي؟ ما ينفع؟ ما ينفعش. ما هو ده لا يتعارض مع ده. رزقك مضمون، فانت تريح قلبك من ناحيته. كان يقول حسن البصري: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. يبقى أنت رزقك مضمون عند ربنا، أنت ريح قلبك من ناحية الرزق، لكن أنت خد بالأسباب واعمل اللي عليك، اجتهد واعمل اللي عليك. ده لا يتعارض مع ده. توكلوا على ربنا، خدوا بالأسباب، اسعوا، ما تنعوش هم الرزق. جاي لك جاي لك، وسيبها على الله. السلام عليكم.